تحت أقدام الشعانبة عام 1156. قرار بالسيادة فوق هذه الربوة. يتقدم رحال اليوم ليستنطق عظمة البدايات. يقولون إن الحجارة لها ذاكرة، واليوم أنا في قلب ذاكرة قبيلة الشعانبة هنا في متليلي، فوق ربوة بدأت فيها الحكاية سنة 1156 ميلادي. يخطو رحال الآن عبر البوابة ليدخل حرماً خلفه عزة الشعانبة ل8 قرون. للدخول إلى متليل الشعانبة كان عليك عبو واحد من 3 أبواب فقط. سور عظيم بارتفاع 8 أمتار كان يحمي 288 منزلاً طينياً من تقلبات الزمن والغزوات. يتوغل رحال في متاهة مقصودة يروي ضيقها حكاية صمود لا يكسره الغياب. انظروا إلى هذه الهندسة، أزقة بعرض 1.5 متر فقط، 1 متر. ليست ضيقاً في المساحة، بل ذكاء لتوفير الظل وكسر ريح الصحراء الحارقة. يقف رحال متأملاً صرخة الهوية أطلقها الشعانبة ليعلنوا أنهم لا يشبهون أحداً. هذه المئذنة تحكي قصة تحدي هوية. في عام 1946 اختار السكان النمط المغاربي بدلاً من الصحراوي ليميزوا مسجدهم عن كل ما حولهم. تخيلوا، هذا المسجد العظيم بدأ ب4 أعمدة فقط. بني في وقت كانت فيه الفتن والحروب تملأ الأرجاء، فكان مكاناً للسكينة والحصن في آن واحد. يقترب رحال من شريان القصر ليرى كيف صنع العطش مجداً. هذا البئر هو سر الحياة، حفره الشيوخ الأوائل بجانب المسجد، ومن حول هذه الفوهة نبتت مدينة كاملة. لولا هذا الماء لما استقر الشعانبة هنا. يتجول رحال بين أزقة المقايضة، حيث كان الوعد الصادق هو العملة الوحيدة التي لا تخسر. هنا كان قلب التجارة، سوق الكسوة. 3 أزقة تفرعت من هنا، 1 للغذاء و1 للملابس والثالث للخضار. كان نبض القصر لا يتوقف هنا. ليست حطاماً، بل بصمات أجيال لم تعرف الانحناء. كما وصفه المؤرخ إفرينييه عام 1890: الجزء العلوي مليء بالأطلال والأسقف المنهارة، شاهدة على قرون من السكن والحياة التي مرت من هنا. هناك من يظن أن القصر بني متأخراً، لكن الوثائق والاتفاقيات القديمة تثبت أن الشعانبة بنوا مدينتهم قبل ذلك بقرون، واستقبلوا فيها الضيوف. أثر رحال يكبر بكلمتكم ودعمكم. فما هي المحطة القادمة؟